السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، أحبتي في الله، نحن وللأسف الشديد عندما نتابع منشورات الأصدقاء على الفيسبوك نرى العجب والعجاب. بعضهم يأخذ منظر من مناظر الطبيعة الروعة ذات جمال خلاب، ولكنه يدس فيه إما أغنية أو موسيقى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينشر كلام إخباري، خبر عاجل وينشره، ولكنه يتناسى أنه نشر صورة امرأة متبرجة مذيعة سافرة، نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم ينشر أغاني ويروجها، وبعضهم ينشر أناشيد مصحوبة بموسيقى وطرب، نعوذ بالله من ذلك. يعني الناس صاروا لا يبالون بالمعاصي، لا يبالون بالمعاصي. بعضهم الآن عندما يسمع كلامي هذا سيقول نحن متشددون. عندما نقول هذا الكلام نحن متشددون، أقسم بالله العظيم ليس هذا تشدد، وإنما خوف من الجبار العظيم الذي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهناك آيات كثيرة وأحاديث نبوية في هذا الأمر. لسنا متشددون أيها الغالي، لا تصدق لوساوس الشيطان. الشيطان سيأتيك ويقول هم متشددون، لا تصدقه، تعوذ بالله منه، لا يخدعك. عليك أن تتقي الله في السر والعلن. لا تنشر ما حرم الله بين المسلمين. عندما تدخل الموسيقى في مقاطع ومناظر خلابة، من يتحمل الإثم؟ كل من يستمع إلى هذه الموسيقى أن تتحمل إثمه من غير أن ينقص من إثم ذلك الشخص الذي استمع شيء. دليلي قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. فيا حبذا لو تنشر الخير. انشر الخير أيها الغالي. اليوم أنت على الدنيا، وغدا سترحل من هذه الدنيا إلى دار البقاء. اجعل لك حسنة جارية، اجعل لك حسنة جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ابتعد عن نشر المحرمات. لا تتفاخر تقول والله أنا أريد معجبين لصفحتي أو أريد تعليقات كثيرة ولا أستطيع أن أجمع هذه الإعجابات والتعليقات إلا بهذه المنشورات. والله لن ينفعك أي أحد من هؤلاء الذي سوى لك إعجاب أو تعليق، بل يضرك، بل يضرك. انظر إلى المشاهدات التي حصلت لمقطعك هذا، واعلم بأن كل شخص شاهد هذا المقطع الذي فيه موسيقى أو أغنية أو أنشودة مصحوبة بموسيقى وطرب أو غير ذلك لك آثام بعدد هؤلاء من غير أن ينقص من آثامهم شيء. انظر إلى المصيبة والكارثة التي نتناساها. وبالعكس إذا نشرت الخير انظر إلى المشاهدات وقل يا رب لك الحمد، فتكسب أجر عظيم بعدد المشاهدين الذين شاهدوا هذا المقطع الديني الذي نشرته طاعة لله وخالصا لله عز وجل، لا تريد به إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة
ولا إعجابات ولا تعليقات ولا كذا. اجعل نيتك خالصة لله. على العموم أردت أن أذكركم ولا أريد أن أطيل عليكم، أقول لكم اتقوا الله أحبتي في السر والعلن، انشروا الخير، فأنتم مسؤولون عن هذه المنشورات التي تنشرونها ومحاسبون عنها يوم لقاء الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.